لن يجرؤ المدرب على إقحامه أمام المغرب، لأنه سلاح ذو حدين، لن يجرؤ ولن يتجرأ. أعتقد بأنه سيستغني عنه ويبقى في كرسي الاحتياط. مفروض عليه، مش فقط خيار الآن، لم يعد خيار اليوم يبقى رونالدو في كرسي الاحتياط، خاصة وأنه اللي عوضه سجل ثلاثية وراح يكون هو الأساسي، وأعتقد يلعب بنفس التشكيل في البداية. وبعدين شفت الأولاد الصغار اللي دخلوا بعد ذلك، معناه أنه عنده خيارات وعنده بدائل كثيرة جدا، خاصة من الجيل اللي طالع 21 22 23 سنة، لاعبين متميزين. الباقي المشكل هو إلى أي مدى يمكن أن يتقبل رونالدو هذا الوضع، إلى أي مدى تقبله من عدمه ممكن يؤثر على غرف الملابس. هذا هو التخوف الكبير في البرتغال، لأنه البارح أيضا الكاميرات التقطت صور لرونالدو، الجماعة يحتفلوا مع جماهيرهم ورونالدو مغادر مباشرة إلى غرف الملابس.